مساء الخير عليكم يا صبايا، ومساء الخير عليكم يا شباب. وحشتوني جدا جدا الحقيقة. يعني مبسوطة جدا 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 ان انا بطل عليكم مرة تانية من خلال شاشة النهار اللي اخر مرة كنت موجودة على شاشتها من سنتين. الحقيقة عدوا وقت طويل قوي قوي قوي. مهما اقول وحشتوني قد ايه مش هقدر مش هلاقي اي كلام يعبر ابدا عن كمية الاشتياق وكمية الرغبة والاصرار ان انا اقدم احسن من اللي قدمته السنين اللي فاتت بكتير. ان شاء الله باذن الله صبايا الخير هيعمل طفره في موضوع الخير. انا عارفه ان احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نقضي حوائج الناس في السنين اللي فاتت، ولكن ان شاء الله باذن الله المره دي او الفتره اللي جايه باذن الله هنعمل اضعاف اضعاف ما عملنا الفتره اللي فاتت. هتقولوا نوصل لكم ازاي؟ هتوصلوا لنا زي ما كنا بنعمل بالظبط. جواب على مدينة الإنتاج الإعلامي، بوابة 2، تلفزيون النهار، عناية بقى ريهام سعيد، أو يعني هتكتب اسمي وهتكتب تلفزيون النهار وهتبعت جواب بمشكلتك. 3-4 أيام وهتلاقينا بنرد عليك فورا وبنقول لك إن شاء الله بإذن الله حاجتك مقضية. لو ما ردناش يبقى إحنا ما عندناش حل ليك. احنا ما بنعملش اي نوع من اي جمع تبرعات عن طريق الانترنت. احنا ما عندناش اي صفحة ولا اي حد بيجمع تبرعات. احنا حتى حسابنا القديم مش هو نفس الرقم. طبعا الاسابيع اللي جايه هوريكم بالتفاصيل المطلوبة، ولكن اذا كنت انت محتاج دلوقتي فاللي هتعمله ومفيش اي طريقة غير ده انك هتبعت لنا جواب على تلفزيون النهار بوابة 2 مدينة الانتاج الاعلامي. عندنا كمية طاقة رهيبة ان شاء الله باذن الله ان احنا نسعد كل الناس، وعشان كده انا صممت ان اول حلقة تكون عن السعادة. وعارفة كويس قوي الناس كتير قوي قوي عندها مشاكل، وعارفة كويس قوي ان كل واحد فينا عنده هموم وكل واحد متخيل ان مشكلته اكبر مشكلة في الدنيا، وكل واحد فينا فاكر ان مشكلته ملهاش حل، وانه اللي فيه مكفيه، وانه ما ينفعش ابدا حد يستهتر بمشكلته او يقول له ان كل حاجه مقضيه او ان مفيش مستحيل. او دايما بنسمع الكلام بتاع مفيش مستحيل وان كل حاجه في امل انها تتحقق وان لازم تحلم وما ينفعش ابدا تبطل تحلم. بناخد كل الكلام ده على انه انشا. فانا النهارده قلت تبقى حاجة لطيفة ان احنا نرسم ابتسامة على وجوه الناس كلها ونديهم جرعة كده من درس في الإيمان، ان ازاي تصدق ان فعلا مفيش مستحيل، وازاي تصدق ان طول ما انت عايش ايا كان سنك قد ايه انت لسه عندك فرصة انك تبقى مبسوط، ولسه عندك فرصة انك تبتدي من جديد، ولسه عندك فرصة انك تبتدي حياة جديدة غير الحياة اللي فاتت. فالنهارده عايزاكم تركزوا في كل كلمه وفي كل حاجه هنعملها. انا اسفه هتلاقوني بجري في الكلام وبسرعه. ناس كتير قوي بتسال في الانترنت على التليفونات انا هعلن ان في وقت التسجيل هيبقى من الساعه كذا للساعه كذا بنستقبل تليفونات. بنعمل حلقات صعبه جدا 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 الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله تبقى عند حسن ظنكم. فموضوع الهوا ده هيعطلنا، فنسجل في يوم واحد احسن. فانا هقول لكم ان من الساعه كذا للساعه كذا يوم كذا هكتب على الصفحه بتاعت البرنامج وعلى صفحتي الشخصيه ان تكلمونا في الوقت الفلاني على النمره الفلانيه. واحنا يعني تقريبا هيبقى يوم الاحد من 12 ل 8، يوم الاحد من 12 الظهر ل 8 نستقبل تليفوناتكم عشان تبقوا بتدخلوا زي ما بتدخلوا على الهواء بالظبط. تعالوا نروح لفاصل ونرجع هقول لكم على اول حدوته من الحواديت صبايا الخير اللي ان شاء الله باذن الله كل حكايه هنحكيها في كل حلقه تقدر انها تغير حياتك، تقدر انها تديك امل، تقدر تغير لك شويه من الافكار المثبته اللي اتركزت في مخك الفتره اللي فاتت وساعدت على انها تعوقك على انك تتقدم او تتطور او تبقى احسن. ان شاء الله باذن الله صبايا الخير يبقى مفيد على قد ما نقدر نبقى عند حسن ظنكم. هنروح لفاصل ونرجع مع حكايه انا لغايه دلوقتي مش مصدقاها. تعالوا نروح لفاصل.